السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنحل أسئلة على الدرس التاني فرنساوي أولى ثانوي من على منصة الوزارة، منصة نجوى التعليمية. الدرس التاني بيتكلم عن كل بأنواعها. طبعا دي كل مفرد مؤنث، دي طبعا مفرد مذكر، دي جمع مؤنث ودي جمع مذكر، وعن السؤال عن الساعة. أولا نبدأ بأول سؤال. تي بريفيري بروفيسير، هنا كده جمع مذكر، يبقى نختار لها كل بتاعت الجمع المذكر. السؤال التاني ماتير طبعا احنا عارفين ان هي ايه، كلمة مفرد مؤنث، يبقى نختار لها دي. جور طبعا احنا عارفين ان جور دي جمع، دي مفرد مذكر، يبقى نختار لها كل بتاعت المفرد المذكر. السؤال الرابع اير، هو بيسألك كده ايه، تيامات اكيلير، هو عايز يقول لك اكيلير في اي ساعة. الساعة طبعا مفرد مؤنث، يبقى نختار لها كيل المفرد المؤنث. السؤال الخامس ميزيك، هنا جمع مؤنث، يبقى نختار لها كيل الجمع المؤنث. السؤال السادس بيقول لك كولير دي طبعا مفرد مؤنث، يبقى نختار لها كيل المفرد المؤنث. بعد كده السؤال السابع بيقول لك نختار الساعة 19:40. طبعا دي في مصر الساعة 47 اللي هي 8 الا تلت. هنقولها ازاي بقى؟ هنقولها إلي ديزنفير كارونت، اللي هي انها الساعة 19:40. السؤال الثامن بيقول لك الساعة 9:10، يبقى نطقها ايه، إلي نفير ديس، اللي هو رقم ايه. السؤال التاسع جادور ديزينيه، يبقى جور احنا قلناها برضو من شوية، جور مفرد مذكر، يبقى نختار لها كل رقم بي. السؤال العاشر والأخير بيقول لك أمي هنا جمع مذكر، يبقى نختار لها كل بتاعت الجمع المذكر. طبعا لو كان في اي قبل الاس كانت هتبقى جمع مؤنث، كنا نختار لها كل بتاعت المفرد الجمع المؤنث. كده نكون خلصنا حل ال10 أسئلة بتوع منصة نجوى التعليمية، منصة الوزارة. أتمنى يكون الفيديو عجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.